النهارده هنعمل أكلة كنا زمان نقول عليها أكلة الفقير الغنية، عشان فوائدها كانت بتخلينا زمان نقوم نجري زي الحصان. مفيدة للمعدة والمناعة والأنيميا ومرضى السكر والقلب، يركزوا في الوصفة دي تاني. ويا بنات مفيدة للبشرة يا حبايبي. بصوا شكلها شبه الوردة، ولما بتتعمل ممكن تفكروها ملوخية، بس هي مش ملوخية. عرفتوها ولا لسه؟ لو عرفتوها انزلوا قولوا لي في الكومنتات، ولو ما عرفتوهاش صلوا على النبي وانا هقول لكم دي ايه. يلا بينا. ما صبحتش عليكم، صباحكم كله خير وبركه يا ولاد. اكلتنا النهارده بقى اسمها خبيزه، وعلى فكره ليها كذا طريقه، بس النهارده هعملها عشانكم بطريقه سهله طلبتوها مني في الكومنتات وانا عينيا ليكم. هنحتاج مع الخبيزه ورق سلق ومش هنكتر، وناخد الورقه بس، وخضره حزمه كزبره وحزمه شبات متقطعين. بصوا بقى، بنفصل الورقه كده، ولازم تختاروا الورقه تكون صغيره وناعمه عشان بتفرق في الطعم. لازم نغسلها مرتين 3 عشان التراب، وبعد كده نحطها في مصفى عشان تتصفى كويس. الطريقة القديمة بقى بنحط الخبيزة زي ما هي في المية المغلية، مش بنخرطها ولا حاجة، هي مش ملوخية. ننزل بقى برشة صغيرة من السلق والخضرة المتقطعين، وما نكترش عشان مش عايزين حاجة تغطي على طعم الخبيزة. مهم جدا اوعي تغطي الحلة عشان لون الخبيزة ما يتغيرش. ويا دوب ربع ساعة بقى وهتكون استوت معانا خالية. نصفيها بقى كده من المية خالص. صلوا على النبي يا ولاد، شكلها ما شاء الله جميل ولونها يفتح النفس. بعد ما صفينا الخبيزة بقى نرجعها تاني الحلة عشان نبدأ نفركها. اللي ما عندوش المفراك او ممكن تستخدموا الهراسة بتاعت البطاطس دي. خبيزه يعني مفراك، لا ينفع خلاط ولا الكلام ده. نفضل نفرك كده لحد ما نكسرها خالص وتبقى ناعمه. بصوا بقى، في حله على النار فيها معلقه سمنه، هننزل ببصلايه مبشوره، اللهم بارك. هتنزل فوق البصل بتاعنا بطماطمايه مبشوره بهوبه. ايه رايكم في الحلاوه يا ولاد؟ انزلي بقى عليهم بشوربه لحمه، والشوربه فيها البهارات ملح وفلفل اسود وكمون، وممكن تستخدمي ميه سخنه ومرقه وحطي بهارات. فوق الشوربه هننزل بمعلقتين رز. كيلو الخبيزه بياخد كوبايتين شوربه ومعلقتين رز، ونسيب الرز يستوي بقى. ننزل بقى بالخبيزه اللي كسرناها بالمفراك فوق الشوربه، ونسيبها تاخد غلوه حلوه. وفي طاسه بقى فيها معلقه سمنه بلدي هننزل 4 فصوص توم مهروسين، ونحط بقى عليه معلقه كزبره، واول ما نشم الريحه ننزل بالتشه فوق الخبيزه على طول. وبس كده يا حبايب قلبي. الخبيزه دي لازم توصوا عليها بتاع الخضار، انها ما بقتش موجوده كتير زي زمان. الاكله دي بتتغمس بالعيش الناشف، ولما تاكلوها هتبقوا زي الحديد وهتدعوا لي. ما تنسوش تعملوا مشاركه للفيديو مع حبايبكم، ولو عجبتكم الوصفه قولوا لي في الكومنتات عايزين وصفات ايه تاني. اشوفكم على خير يا حبايب قلب هنومه.